ازيكم يا جماعة. إمام عاشور ربنا يشفيه طبعا، جاله فيروس ايه. بس المشكلة دلوقتي اللي دايرة في الإعلام هو وكيله آدم وطني، اللي أنا مش فاهم ليه هو متحفز ضد النادي الأهلي. معروف إن الوكيل دايما بيبقى عايز يكسب، لأنه بياخد عمولات، فطبعا من مصلحته إنه يبيع إمام، يبيعه بقى زي وسام لأمريكا، يبيعه للخليج وياخد له نسبة حلوة. إنما لو فضل مع الأهلي يعني هياخد كام في السنة؟ 50 60 مليون جنيه غير الإعلانات. اه، مش هياخد قد كده. بس في حاجة احنا ناسيينها، ان ادم وطني متعاقد مع امام عاشور من قبل اصلا مشكلة وسام ابو علي. حط دي في دماغك. ولكن الاعلام دلوقتي بيحاول يشعل الامور اكتر ما هي متشعللة. امام ساب الزمالك ليه؟ لانه كان عقده 4 مليون جنيه، وكان زيزو بياخد 50 مليون جنيه. قوم زيزو يسيب الزمالك ويجي ورا امام الاهلي، فتفتكر امام هيعمل ايه؟ وده اللي خلى النادي الاهلي يطلع بيان ان هو هيعمل تعديل في عقود بعض اللاعبين. ورغم كده الاهلي ما عدلش اي حاجه. فهو كل الجدل اللي داير واوضه اللبس ده غلطته الاهلي. طالما انت ما مش هتعدل العقود بعدها على طول وتخلص، انت مستني مثلا ان اللعيبه المهمه بتاعتك تروح كاس الامم الافريقيه وتتالق زي مروان عطيه وامام عاشور وغيرهم، وبعد كده هتقعد بقى تجادل معاهم في السعر اللي انت هتديه لهم؟ هل يعقل يعني بسبب التباطؤ عند الاهلي انت خسرت محمد عبد المنعم؟ لان محمد عبد المنعم ما كانش بياخد فلوس كتير، كان بياخد 5 مليون جنيه في السنه، وكان طالب انه ياخد 15. سبته لغايه ما اتباع، ودلوقتي عايز ترجعه بمليون ونص 2 مليون دولار اعاره سنه ونص. احنا بنتاخر جدا، الاهلي بيتاخر جدا في بطء كتير جدا، زي ما قال تركي الشيخ قبل كده على كابتن محمود الخطيب، وان هم فرق السن مخليهم متاخرين شويه في سرعه اتخاذ القرار. تباطؤ غير عادي. وانت يا اهلي سربت كمان عن طريق الصحفيين بتوعك اللي موجودين في الاعلام، ابو المعاطي زكي وابو علي واحمد جلال وغيرهم وخالد الاتربي، ان انت هتعدل، واتكلمت مع امام وهتعدل عقد امام وكل الحوارات اللي احنا عشناها دي. فما تجيش بقى دلوقتي تقول إيه يا جماعه اقفلوا، محدش يتكلم، اللي هيطلب مني محدش يطلب مني تعديل عقوده. فهي الغلطه من عندنا من الاول. وطبعا الاعلام الزملكاوي زايد في الموضوع، زايد. وما صدقوا كل حاجه امام وزيزو، امام وزيزو، امام والراجل بتاع الكشري المشهور بيتريقوا على زيزو، وامام راح كل عنده ويضربوا بوستات ويولعوا. امام ابننا دلوقتي، امام ابنكم. طب ما ناصر ده ابننا، ده غير بقى يعني المرعى اللي بيبرعوا فيها اللعيبه بتاعتهم. وبالمناسبه الزمالك فاز على الاسماعيلي 2-0، الاسماعيلي تعبان جدا، جون الاولاني بضربه جزاء، والفينا لعيب كويس بس مش احسن من زيزو. لان حتى زيزو هو في اسوأ مستوياته ارقامه اعلى من الفينا اللي لعب اكتر منه بمباراه. يعني انت زيزو صانع هدفين وجايب جونين غير اداؤه، يعني هو كمان بيلعبش في مكانه اساسا. فاحنا نصبر كده شويه، واللي هيضحك في الاخر هو اللي هيضحك يعني. سيد عبد الحفيظ اتقابل مع كابتن محمود الخطيب النهارده في النادي الاهلي، والاعلام والميديا والمواقع اتقلبت، ومن الواضح انه هيبقى في قائمه الكابتن محمود الخطيب في الانتخابات، وبيتقال ان هو هيمسك ملف الكوره. اتمنى ان ده يحصل، واتمنى ان هو ما يكونش يعني عشان الفريق نتائجه وحشه فاحنا بنرضي الجمهور والاعضاء. اتمنى انه يبقى موجود وياخد صلاحيات ويكمل للاخر، وياخد التدرج بتاعه الطبيعي: عضو، امين صندوق، نائب، رئيس. سيراميكا بكره. لا مش سيراميكا، علي ماهر. خد بالك ان عماد النحاس لعب 6 ماتشات جامدين جدا، اقل ماتش فيهم اللي لعبه ضد السيراميكا، وكان الاهلي مزنوق في منطقه الجزاء، ولولا ان ياسر ابراهيم شال كرة من على الخط في الوقت بدل الضايع ما كناش خدنا الدوري. علي ماهر هينزل بكره يثبت نفسه، خصوصا ان هو كان مترشح انه هيدرب الاهلي، وراح الشهر العقاري بصدفه يوم ما مشينا ريبيرا النادي الاهلي. فخلي بالك. التشكيل اللي انا شايفه الانسب من وجهه نظري في المرحله دي بقى، مع غياب زيزو وامام عاشور، شايف الشناوي، شايف يلعب بالعش باك شمال، هو مش نافع يعني مش نافع سنتر باك، وهيلعب ببيكهام مرعي، بيكهام وياسين مرعي، وهيلعب ناحيه اليمين بمحمد هاني، وفي نص الملعب يلعب بديانج لانه بيفتك الكوره كويس. مروان عطيه لسه راجع، نصبر عليه شويه، ويلعب بمحمد بن رمضان مركز 8 ناحيه اليمين، ويلعب بتريزيجيه مركز 8 ناحيه الشمال، ويلعب بحسين الشحات وينج يمين،
ويلعب باشرف بن شرقي وينج شمال، ومهاجم بيلعب بشريف، والشوط الثاني ينزل جراديشار وقفشه واحمد رضا، وعلى حسب بقى احتياجك في المباراه. هو ده الانسب، وهو ده اللي عندك دلوقتي، وعندك طاهر برضه. فاتمنى ان ما يلعبش ب 2 6. ما ينفعش تلعب ب 2 6، وما يكررش الغلطه بتاعت الماتش اللي فات عماد النحاس. ومحتاجين شويه رجوله يا جماعه، وخلي عندكم دم، وانسوا الخلافات اللي بينكم، واعزموا على بعض في البيت كده شبه ما كان جيل ابو تريكه بيعمل. الموضوع مش موضوع حزق في الملعب وخلاص. وان شاء الله الدنيا تروق وتحلى، ومحتاجين مدرب. اخر حاجه بس عشان نختم على السريع، الوزير كامل الوزير اللي هو نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعه ووزير الاسكان السابق، قال للزمالك رب يحميه. وكأن الزمالك ده مثلا هيتهدد عن طريق ابراء الحبشه، هيجيب الفيل يروح يهد الزمالك. انا بس نفسي اتخيل السيد الوزير كامل الوزير وسيد وزير الشباب والرياضه اشرف صبحي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الثلاثه الزملكاويه كده لما بيقعدوا مع بعض، هل بيقولوا مثلا ان الزمالك نادي مظلوم من الدوله؟ يعني انا نفسي نفكر في الموضوع ده. جماعه لو عجبكم الفيديو اعملوا كومنت وسيبوا واعملوا لايك، وقول لي ايه اللي انت تقترحه ان انا اجدده في الفيديوهات بتاعتي. وان شاء الله نشوفكم الفيديوهات التانية، وسلام.